ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا الشتا ده بقى محتاج كوبايه الشاي وحبه القراقيش دول. تعالوا اقول لكم انا عملتهم ازاي. انا هنا جبت نص كيلو دقيق. تمام. هنخله بالشكل ده كده. المره دي بقى على فكره احنا هنعمل القراقيش مع بعض من غير لبن خالص. هنعملها بميه، يعني عشان لو حد مش موجود عنده لبن ما تبقاش بالنسبة له حاجة صعبة ويكسل ان هو يعملها. فاحنا هنعملها ان شاء الله النهاردة مع بعض بمكونات سهلة خالص وبسيطة، وهنعملها بالمية. انا كده بنخل الدقيق اهو. لازم ندخل الدقيق علشان لو في اي حاجة في الدقيق تبقى ايه، تنزل في قلب من المصفى يعني. كده خلاص انا خلصت نخل الدقيق. تمام. هنبتدي بقى نعمل ايه، نحط المكونات الجافة على الدقيق. هنا عندي معلقة ريحة الكحك، ممكن تستغني عنها لو انت مش بتحبي تستعمليها. ممكن تحطي فانيليا، ممكن تحطي شمر مطحون، اي حاجة. هنا معلقتين لبن بودرة. تمام. ومعلقتين سمسم، ومعلقة خميرة فورية. انا هنا بحط كل المكونات الجافة مع بعض وبقلبها ايه بالشكل ده كده. تمام. وهحط عليهم كمان 300 جرام زبدة او سمنة. بس في فرق بين الزبدة وفي فرق بين السمنة. الزبدة بتزوديها شوية علشان وهنا حطيت ملح. الزبدة بتزوديها شوية علشان الزبدة بيبقى جواها نسبة مية، فلازم تزيد شوية. انا هنا حطيت 300 جرام سمنة، يعني كوباية كبيرة من السمنة. هبتدي بقى افرك السمنة دي بالدقيق. ابس الدقيق كويس قوي بالسمنة بحيث ان الدقيق الابيض ده كله يختفي. هقعد ابس فيهم حوالي ايه دقيقتين تلاتة كده، ايه حبة حلوين يعني. المهم ان انا اشرب الدقيق السمنة كلها بالشكل ده. افركي على قد ما تقدري. هنا انا عمالة بفرك فيها لغاية ما يبقى عامل زي حبيبات الرمل كده بالشكل ده كده. كده خلاص يعتبر الدقيق كله شرب السمنة اللي انا حطيتها. هبتدي بقى ان انا ايه، انزل عليهم بالمية. انا هنا معايا كوباية مية، طبعا مش هنحطها كلها زي ما اتفقنا، كل دقيق على حسب ما بياخد المية بتاعته. انا حطيت الاول نص كوباية المية وهفضل ادعك في الدقيق لغاية ما اشوف القوام بتاعه وصل لازاي، يعني بقى عامل ازاي، هو ده اللي انا عايزاه ولا محتاج مية تاني.
كده العجينة ناشفة في ايدي قوي لسه برضو، لسه ما طرتش زي ما انا عايزاها، هي لسه ناشفة وهتحتاج مية تاني. حطيت لها ربع كوباية كمان، وهندعك كويس برضو لغاية ما تشرب المية، ونشوف قوامها وصل لغاية ايه. هي الى حد ما طرت شوية، بس برضو مش الشكل اللي انا عايزاه او القوام اللي انا محتاجاه، هتحتاج مية كمان. هنا بقى هنكمل بقية الكوباية. انا سبت منها يعني حوالي معلقتين، يعني هي الكوباية ناقص منها معلقتين بالظبط، معلقتين مية. كده بقى بدأت العجينة تطرى بالشكل اللي انا عايزاه. طبعا ما نزودش السوائل زيادة عن اللزوم، لان كل ما بتزودي السوائل في الكحك او في القراقيش بتطلع ناشفة، وانا مش عايزاها ناشفة، انا عايزاها ناعمة. كده خلاص العجينة بدأت تطرى زي ما انا عايزة. يا دوبك بس اشرب الماء اللي انا حطيتها اخر حاجة دي، وتبقى كده خلاص العجينة جاهزة بالشكل ده قدامنا. هنا بقى هغطيها 10 دقايق بالظبط، مش هسيبها ترتاح كتير، 10 دقايق بالظبط وهرجع لها تاني. هنا خلاص يا دوبك قعدتها 10 دقايق، وبعد كده هبدأ بقى ارجع اشكلها الاشكال اللي انتي عايزاها. انا عامة عشان هي قراقيش فانا هعملها صوابع، لان هي سادة مش هحشيها. خدت جزء كده من العجينة وببتدي افرده بالشكل ده كده على الرخامة، وهبتدي بقى ابططها على حسب السمك اللي انا عايزاه. انا عامة ما بحبهاش تكون رقيقة قوي علشان ما تنشفش في قلب الفرن. تمام. وطبعا احنا هنسويه في ألمونيا، لان الألمونيا بتاخد وقت طويل شوية في السوا، فالحاجة بتطلع من جوه مستوية، يعني قلبها من جوه ما بيبقى مستوي، ما بيبقاش فيه عجينة او حاجة. انا هنا كده اهو بططتها خلاص، وهبتدي بقى اسويها واقطعها. سوي بأي حاجة، بسكينة، بأي حاجة يعني حامية عندك، سوي بيها الحجم اللي انت عايزاه بالشكل ده كده. وهنبتدي بقى ننقلها ونحطها في قلب الحوض. شايفين انا بوريكم سمكها عامل ازاي، مش رقيقة، تخينة. وطبعا احنا بنسويها على نار هادية، مش نار عالية، تاخد راحتها في السوا. طبعا واحنا بنحطها في الحوض بنحاول نسيب مسافة بين كل قرقوشة، علشان لسه الحاجات دي بتخمر وبتاخد يعني حجم اكبر من حجمها شوية، فعشان ما يلزقوش في بعض وما يبقاش شكلهم مش ظريف يعني واحنا بنفكهم من بعض. انا كده رصيت اهوت الحوض بالشكل ده كده. هبتدي اكمل العجينة واخد جزء تاني برضو واعمله نفس الحكاية، لفتها وهبتدي برضو افردها. تمام. وهقطعها واحطها برضو في الحوض.
عندك قطعة اللي هي بتاعت العجين دي، اعملي بيها برضو بتدي شكل حلو. كده خلاص الحوض ده بدأ يخلص. كده خلاص الحوض ده خلص خلاص. هعمل التاني بقى وهوريهولكم. الكمية اللي انا عملتها كانت نص كيلو، فهم طلعوا عندي الحوضين دول. كده بقى انا دخلتهم الفرن. شايفين شكلهم اتنفخت القراقيش ازاي وخمرت وبقت جميلة جدا وهي بتستوي. وده شكلها بعد ما طلع من الفرن. تمام. مستوية والله وهشة وطعمها طلع تحفة. شايفين منظر السوا وقلبها مفرغ خالص من جوه ومش مكتومة، مفيهاش اي حاجة. كده الوصفة بتاعتي خلصت. يا رب تكون عجبتكم وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.